بعدا يشدوه. هادشي خطير. خرج من الفيلا ديالو، خرج من الفيلا ديالو لابس الفوقيه. انا مشيت معاه للحج، هذاك الدري مشيت معاه للحج، كنا انا وياه في الحج وما بغاش يتفارق معايا وبزز وتنعتقهم وشويه بعد الحمد لله. يعني هما بثلاثه شاركوا في هذه العمليه ديال السرقه. ما عرفتش كانوا باغي يديروا، باغي يقسموك، ما عرفتش باغي يديروا. يجيو يقولوا لك اعطيونا التليفون، نعطيهم التليفون. يا ودي اش بغاو يديروا بهذا التليفون؟ اش بغاو يديروا به؟ يلا كل ما وقفوش رجال الامن الزيد ربما كان غيكون في خبر كان. الحمد لله. اذا مشاهدينا الكرام، برافو للسلطات الامنيه الدراجين من منطقه مولاي رشيد. القاء القبض، والله العلي العظيم الا قلبي كيتقطع عليا وفوجتني البكيه. طفل عنده 16 عام، باقي وليد صغير. الطفل هذا راه تلقاه ما عارفش كينعس. ثلاثه ديال الوليدات في العمر ديال 16 سنه عباد الله خارجين بالسلاح الابيض من الحجم الكبير ساطور. تلقاو لهذا السيد هذا اللي في العمر ديال الاباء ديالهم عباد الله، في عمر ديال باهم، داو له التليفون وبداو كيشيروا عليه بدوك الاسلحه البيضاء. لولا التدخل ديال رجال الامن كان مسكين غادي يكون في خبر كان. خارج مسكين من الصلاه ديال العشاء، كان كيصلي العشاء، خرج تلقى راسو انه مهدد. والله الا ضرني قلبي. وللاسف الشديد راه ما مخدرين ما والو، راه ماشي انا كنت كنصحاب المخدرات، راه ما مخدرينش، ما كاينش تخدير كاع. فتنبغي نشكر السلطات الامنيه الدراجين بمنطقه مولاي رشيد لانهم كون ما وقفوش كان ربما هادشي اللي غيوقع لهذا السيد كانوا يقدروا يقتلوه، لان الاسلحه البيضاء وكتكون مقاومه اكيد كون الروح ديالو مسكين تزهقات. ثلاثه ديال الاطفال، باقيين اطفال 16 سنه عباد الله، 16 سنه خارجين بالسواطير كيجريسيو في عباد الله، ما مخدرين ما والو، واعيين لهذا الشيء اللي كيقولوا، واعيين لهذا الشيء اللي كيديروا فيه، واعيين به. هذا بعدا اللي لقاو عليه القبض لان جوج هربوا. هذا اللي لقاو عليه القبض راه عنده العمر ديالو 16 سنه، مو مسكينه خدامه في الميناج، باه عساس، وخارج هويا كيقلب على واحد 15 عام ولا 12 عام ديال الحبس. خرج قلب على السيد، راه باقا فيه الخلعه لدابا مسكين. السيد باقا فيه الخلعه لدابا، باقي مسكين. وتخيل دابا انت يوقفوا عليك ثلاثه بالاسلحه البيضاء من الحجم الكبير، كيفاش غتكون؟ الله ونعم الوكيل. هذا الشيء شنو عنده اسباب كثيره، منها التربيه، منها بزاف ديال الحوايج. ربي وليداتكم. شي عباد الله دري عنده 16 عام خارج من دارهم، الام ديالو باه ما عارفين واش فين كاين، هو راه خارج كيكريسي، خارج هاز السلاح ابيض. ما نقدرش نوريكم السيف اللي كانوا هازين قداش سيف. هذوك راه غير يوقفوا عليك بهذاك السلاح الابيض تجيك الموت بلا ما يضربوك بالموس، بقاو كيشيروا عليك بيه. ضربوني راه ضربوها لي جوج مرات كاع، ضربوني وطاكيت على راسي. كانوا ممكن يقدروا يقطعوا لك شي عصبه. طاكيت على راسي، راه طاكيت ماشي، راه خاطرت معاهم وني الحمد لله الصحه ديالي ما خليت. هو بغى يعاونك، خرج صاحبي تقاس كاع، صاحبي تقاس. فين هو صاحبك دابا؟ صاحبي تقاس شا السبيطار. دابا انت باغي دير له متابعه. صاحبي باغي يعتقني، انا اللي شافني هذاك الشيء باغي يعتقني صاحبي. دابا انت باغي دير لهم المتابعه. باغي ندير لهم متابعه، نعمر شغلي باش، حيت انا يوميا تنصلي في هذاك الجامع الفجر الصبح، ديما تنصلي فيه يوميا. دابا بنادم ولا يقدر. انا جاو كاع من صحابهم الشفاره، قلت راه ولاد الفيلات هادو غيدخلوا لديورهم، ما بيناش عليهم لابسين الشرطات، شويه تجبدوا عليا الجناوه. تا بعدا الحمد لله ربي خرج. جوج هربوا، هاد البعلوك شدينا، جاب الله بعدا دازوا الدراجين، لان جوج اخرين هربوا. عتقت راسي، راه ماشي عتقنا بزاف، وضربوني في شي بلايص كاع ما خصنيش نسميها. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله. دابا بنادم صلاه الجماعه فرض على الرجل، وغيولي بنادم يخاف يمشي يصلي العشاء ويصلي الفجر ويصلي، غيولي بنادم كيقول غنخرج نصلي، غادي تلقاو لي يوميا تنصلي الحمد لله في هذاك الجامع، يوميا ديما في رمضان، ما عمر شي واحد هداني حتى هذه المره. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك اخويا، على سلامتك، الحمد لله.